السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عشاق الساحرة المستديرة وعشاق النادي الأهلي في كل مكان. لو أنت أول مرة تشاهدنا ما تنساش تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على قائمة الفريق لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها في 8 مساء السبت القادم. ويستعد النادي الأهلي مواجهة نظيره الترجي التونسي المقرر لها مساء السبت القادم في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي ستقام على استاد القاهرة الدولي. وضمت قائمة الأهلي مباراة الترجي كل من حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، خط الدفاع محمد هاني، محمود متولي، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، خط الوسط مروان عطية، أكرم توفيق، أحمد عبد القادر، اليو ديانج، إمام عاشور، محمد مجدي قفشة، رضا سليم، حسين الشحات، بيرسيتاو، كريم فؤاد، أحمد كوكا، طاهر محمد طاهر. خط الهجوم محمود كهربا، وسام أبو علي، أنتوني موديست. بالتوفيق للنادي الأهلي والحصول على النجمة ال 12 إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.